اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ استحلفتك بالله انتي وهي لا تحطي اللايك وتصلي على النبي في الكومنتات. هنا بقى جبت شفشق الخلاط، كان عندي حبة فراولة قلت اسيبهم، لا والله لا اجيبهم، جبتهم كده وحطيت عليهم باكو جيلي بالفراولة. بجد كان طعمه حكاية. مش هضيف لبن خالص، انا قصدي اللي انا اعملها كده. هحط طبعا السكر على حسب الرغبة وهضربها بقى في الخلاط. اقسم بالله طعمها حلو قوي ومميز جدا. الجيلي مع الفراولة بجد في حتة تانية، عايزاكم تجربوه. جيلي بقى بالفراولة وفراولة ضربتهم مع بعض الاتنين ميكس كده مع بعض، بجد في حتة تانية. طبعا مش هضيف لبن، انا قصدي ان انا اعملها بالمية. طبعا عشان كتير بقى بعمل لبن وفراولة، عصير فراولة باللبن وكده، وساعات بعمله بالزبادي يبقى شبه الزبادو كده برضو بيبقى حلو قوي. بس انا قصدي ان انا اعمل الطريقة دي. عايزاكم تجربوها، ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. احلى متابعين في الدنيا. هروح هنا بقى ضربتها كويس جدا. وكان عندي ازازة بقى كده كنت جايبة فيها برضو، كان ابو سفيان جايب فيها عصير تمر، وهنا بقى ايه غسلتها وضفت بقى فيها الفراولة. بجد كانت في حتة تانية. بجد شايفين الجمال عدى الكلام، بجد عايزاكم تجربوها بجد. لو في كمان موز ممكن تضيفيه معاها. متنسوش اللايك وتصلوا على النبي في الكومنتات يا احلى متابعين في الدنيا. طبعا انا بحب اللي انا انزل لكم كل حاجة انا بعملها، وبحب اللي انا اشارككم يومي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. شايفين بقى العصير وجماله ولا لونه؟ بجد طبعا الازازة بتتكلم على نفسها محل طعمها بقى.